اليوم أنا بمهمة شاقة، مهمة لم أكن أنتظر القيام بها لولا ضميري وحسي وطني. مهمتنا اليوم هي مساعدة وفود المعارضة والموالاة السورية لما إن شاء الله بدهم يجوا يجتمعوا بجنيف، لأنه راحت عليهم قبل كم يوم مرقوا تشرين الثاني، هلا عم يحكوا بكانون الأول. فقلت إنه يعني من واجبي الوطني مسؤوليتي تجاه شعبي إنه ساعدهم كيف ممكن يقضوا يومين حلوين بجنيف. هلا الحربوق شو بيقول لك؟ بدل ما انزل من المطار على جنيف التاكسي خليني اشوف اذا في شي باص او ترين وبحط الفرق بجيبتي، بيجي بيقطع تذكره من هون على اساس انه قاضي غراض وبلش قص عمله من وسطه على المطار. هذا الزلمه درويش. اما انت اخي عضو الوفد الموالي او المعارض انت اذكى من هيك بكتير. فانت قبل ما تطلع من قاعة المسافرين هون محل ما بيلموا الشناتي وهالقصص هاي، شو بتعمل؟ بكل بساطة رح تفتح عيونك منيح ورح تشوف هالآلة العجيبة. هلا هي الآلة رح تلاقي في فوقها لافتة. شو فوقها لافتة؟ سوري. هاللافتة الحلوة إذا ما بتعرف لغات مكتوب عليها ما يلي. وينها؟ خل ببلاش. إذا خل ببلاش. التذكرة مدتها 80 دقيقة، يعني من لما تركب الترين معك 80 دقيقة تغير فيها الترين، تنتقل من محل لمحل، يعني بتضلك تستعملها ساعة وثلث. مو بس بتوصلك على جنيف 2، بتوصلك على جنيف 5 و6 و7 إذا بدك كمان. فإذا يجري الإشارة هون إنه فرضا إنك جاي ضمن وفد، مالك جاي لحالك، ساعتها فيك تضرب عصفورين بحجر. شو بتقول لهم؟ بتقول لهم سبوني انتو، انا ناطر شنطايتي، شوفوني اذا ما كنتم مصدقين ليكني ناطر الشنطايه هون وما عم لاقيها، بلا ما عطلكم. هيك بتخلص منهم وبتقطع البطاقه المجانيه بدون ما يشتلقوا عليك. ايش بدك فيهم يا زلمه؟ خليهم هن يدفعوا مشان بطاقاتهم وينمحقوا. ثاني شيء هلا هن لما بيطلعوا لبرا من هون وبيحجزوا الترين، انه اذا مثلا اللي بعدكم واحد جربان وبده فواتير فهن معهم الفواتير وانت بتقول انه ضيعت فاتورته. هلا اذا شفت حدا تاني بالوفد لاجل الحظ كمان مضيع شنطايته او عم يستناها، وهذا بيكون حربوق مثلك وجاي يعمل نفس قصتك. اما اذا الوفد كله ما لقى شنطيه وصار يحوس ويلوس وكل واحد عم يدور على شنطايته، فساعتها لازم تعرف انه كل الوفد عارفين بهالقصه هي، ومثل ما بيقولوا حارتنا دقيقه وبنعرف بعضنا. وهي شغله مهمه مفيده. ليش؟ لانه فرض شي حدا من هالوفد هاد صار شي مسؤول كبير، شي كبيره ماشي، بتكون حاطط عليه وحده. ساعتها اذا صار ما صار، مثلا ضربك كف، فيك ساعتها تنشر عرضه على الاعلام وتفتح له ملفاته. هلا ان شاء الله قصة توقف على كف، لانه بنخاف احيانا من الواحد اذا كان كبيره كتير وعن جد ما يوقف عند الكف، ما بتعرف بجوز اوسط. فاذا هاي البطاقة ووشك على البيت. اي بيت؟ وشك على مربط خيلنا جنيفا. فإذا أنا هلأ بجنيف 2 أو ما يعرف اختصارا بجنيف. اليوم عم نصور هالفيلم لأنه بدي لسه أحطه بين إيدين ممثلين نظام المعارضة بدون تمييز. طبعا لما أقول ممثلين نظام المعارضة قصدي ممثلين نظام وممثلين المعارضة.
مو ممثلين نظام المعارضة تبع مكرم مفرن مقبل مدبر معا كجلمود صخر جاي على جنيف مع علي. طبعا هذا مبنى الأمم المتحدة، بس مثل ما شايفين عادة هون بيكون في إعلام كل الدول، بس على ما يبدو نزلوها مشان قرروا انه ما في داعي، يعني مو محرزة، بيحطوا بس العلم السوري. هلا نجي لقصة النقل الداخلي بجنيف. بالنسبة للنقل الداخلي في عندك عدة بطاقات ممكن تلاقيها. في عندك أول شي ندور على الإنجليش. تلاقي في بطاقات لساعة واحدة، بطاقات من الساعة 9 الصبح ل 8 النهار، وبطاقات ليوم كامل. مثلا بطاقة اليوم الكامل حقها 10 فرنكات أو 9 يورو. أنت طبعا أخي المعارض أو أخي المؤيد، أخي السوري بشكل عام، ما حتدفع شيء، مو لأنك رح تطلع صلبطة، بس لأنه بالأوتيل رح تحصل أو رح تطلب بطاقة مثل هاي. وينها؟ ليكا. فإذا من وصلتك على الأوتيل بتقول له بدي بطاقة جنيفا ترانسبورت أو جنيفا ترانسبورت كارد، فالأوتيل بيعطيك البطاقة، وهالبطاقة بتخولك بالتنقل برا بحرا وجوا، برا بحرا، حتى مو برا بالترين، قصدي بالترين او بالباص او حتى بالفيريز بالليك ببحيرة جنيفا بشكل مجاني. تمام. فهيك بتكون وفرت التنقلات. بتدور لك على شيء بطاقة مكبوبة ليوم او لساعة من بطاقات الباص اللي حقها 10 فرنك سويسري، وبتتحشى بالفايل يلي بدك تعطيه للسبونسرز تبعك، سواء كانوا من الحكومة الجربانة أو من السادة ممولي المعارضة بشقيها الشريفة والرزيلة. عزيزي الموالي، عزيزي المعارض، من إحدى المزايا الهامة لجنيف أيضا إنه فرود جيت على جنيف، حضرت مؤتمرات، شو بدك تعمل؟ ترجع سوريا؟ إيه والله ما حلوة، ما حلوة بحقك يعني. فغالبا رح تطلب لجوء. إيه طب تعال فكر فيها، تلجأ بسويسرا إيه بشرفي ما بدك إياها، أصلا بلد بشعة، بعدين غالية كتير غالية. شو بتعمل؟ بكل بساطة بعد ما حضرت مؤتمرك وقعدت بأوتيلك وأعطاك الأوتيل بطاقة الترانسبورتيشن المجانية، تحمل حالك وتطلع بالباص رقم 8 بجنيف، بينزلك هون على هذا الموقف اللي هو آخر موقف. شو بتشوف قدامك؟ بتشوف هالكلبة الجميلة. هالكلبة الجميلة هي الحدود بين سويسرا وفرنسا. فإذا أنت هلأ عم تقطع الحدود بين سويسرا وفرنسا ببلاش. شو بدك تركب طيارات وتدفع مصاري؟ شو بدك بالقصة؟ فأنت هلأ بفرنسا أنت هلأ بفرنسا، وبكل بساطة شيء باسبورك زدته هون، ايه ومبروك. عزيزي الموالي، عزيزي المعارض، ضليتوا تأجلوا هالمؤتمر من آب لتشرين هيك لحتى راحت عليكم النافورة، نافورة جنيف. شوف كيف الله يسامحكم، راح تجي يا أخي الكريم ما حتلاقي نافورة. كيف بدك توقف وتتصور تقول للعالم إنك بجنيف بلا نافورة؟ ما صار شي. إذا قدرتوا تأجلوا
المؤتمر كم شهر زمان، يعني لا شغلة نيسان أيار، بلكي برجعوا لكم النافورة. إذا ما قدرتوا وكان ما في مجال وقدر الله وما شاء فعل، ف يعني بالنسبة للمعارض نافورتك بالجنة، شو بدك تعمل؟ وبالنسبة للموالي هي عندكم 7 بحرات بالشام، يعني تقريبا نفس الشيء. على كل حال يعني لا تقنط ولا تحزن، إن الله معنا. ما مشي الحال بالنافورة، في معلم تاني بجنيف ممكن تتصور جنبه مشان تنصمد قدام العالم انك مثل ما انا رح اعمل هلا، انك كنت بجنيف. فبكل بساطة تمشوا من البحرة عبر ما يسمى بالجنة الانجليزية، هي مثل السبكي يعني مثلا هيك، لتصلوا محل ما هالعالم عم تاخد صور. مين العالم الشام يا عمي؟ هون اخي المعارض اخي الموالي بتكون وصلت لساعة الحشيش. ايه بتتصور هون، ايش بدك تعمل؟ امرك لله. والنافورة ان شاء الله بلكي السنة الجاية بتنوفروا. طبعا نفس البطاقة اللي بتخولك تتنقل ببلاش بجنيف بتخليك تركب هدول السفن الصغيرة لتنقلك من ضمن الليك نفسها. هن يعتبروا عبارة عن نقل داخلي، بس أنا ما عم صور هلا هالموضوع من شأن هالقوارب، وإنما إذا معكم سيارة وسيارتك بتشتغل على المازوت وانت بجنيف وهيك محسوبة عليك وهيك عن نصيت، ففيك جيب سيارتك لهون تصفى برا إذا كانت على المازوت، وتيجي تسحب حالك عبر هالطريق، تجيب معك بيدونك وتعبي البيدون مازوت وتروح على السيارة. هلا اللي رح يشوفك رح يعرفك سوري، بس كمان ليس على السوري حرج. هيك ليش طلعت معي عالية هيك انه هيك بتوفر بنزين وبتعمل فيهم فواتير. يلا عيش بهالنعم. كمان شغلة، إذا كنت مثقف جربان أو جربان ومثقف، صراحة إذا كنت معتر بس بتحب تقرأ ففيك هون طبعا الجرايد كلياتها تدفع مصاري. بدك في حدا نسيان مصرياته هون، بتدفع مصاري وبتاخد جريدة. هلا أنت باعتبارك مثقف بس جربان أو معتر وحابب تقرأ جرايد تعمل حالك up to date with the news of the world، فيك بمجرد ما تفتح تاخذ الجرايد، فهن مفتوحين حاطين لك سعرون وتاركين الشغله لامانتك. يعني فيك تسرق بس هي اسمها سرقه. بجميع الاحوال هن بيعرفوا انه العرب ما بيقروا، فما كتير خايفين على هالموضوع. الوضع بسوريا ممكن ينحل بشكل افضل بكتير هون، افضل ما انه ينحل بالقاعات والفنادق والمؤتمرات. اذا بيجوا الفريقين لهون، فريق النظام وفريق المعارضة، لانه انا بشوف انه لعبة الشطرنج بتمثلهم بشكل اكبر بكتير من اي لعبة كرة قدم. رغم انه في ناس بيقولوا لك في عندك فريق الجيش وفريق الكرامة، بس بيضل رقعة الشطرنج بتمثلهم بشكل افضل.
شايفين فريق المعارضة طبعا في ناس برا ومعترين جوا، في منهم مخترقين بس محاصرين، وفريق النظام شوف كيف يعني بقرانية معينة بس مظبط اموره وكله عم يحمي هاد. بس اللعبة اغمى من هيك، لانه اللعبة مو بهاد، اللعبة باللي ورا هاد، لانه هاد بيموت مثله مثل غيره، وقت بيموت بتنتهي اللعبة، بس في لعبة اكبر منها، فاللي عم يحرك هاد هو المهم. فريق المعارضة ما في حدا بيحركه، كل واحد عم يتحرك لحاله، وهدول ما بيردوا على هدول، وهدول مفكرين حالهم بيأمروا هدول. هلا اللي صاير انه نظام المعارضة حيطلعوا على جنيف، كل واحد عنده اجندة. هدول ما بيمونوا على حالهم، طالعين ب موقف لا يحسدوا عليه، بدهم يحاولوا، يعني بدنا نحكي بصراحة، أغلبهم نيتهم طيبة، وأغلبهم نيتهم صافية، وأغلبهم بدهم يشوفوا بلد ديمقراطي، وبدهم يشوفوا حرية، وبدهم يشوفوا شعب كريم. بس هدول ما في حدا برا عم يساعدهم لحتى يصير لهم محل جوا، واللي برا عم يضغط عليهم، واللي جوا ما بيسمع لهم لأنه ما بيمثلوه، لأنه ما في دعم لإلهم لحتى يحسنوا يمثلوه، وما في حدا عم يرد عليهم برا، ولا حدا رح يرد عليهم جوا. والنظام بيعرف هالشي، وهو باعت وفده ما غيرها هي وشي حدا خلينا نقول كمان تعدد شي حمار. فإذا طالعين لبرا ليفاوضوا بجنيف، مو كرمال يحلوا الأزمة السورية، ولا كرمال يحكوا مع هدول، لأنه هدول بيعرفوا إنه هدول ما بيحلوا لا بيربطوا، وهدول بيعرفوا إنه هدول ما حيعطوهم شيء. هدول طالعين لحتى اللي وراهم اللي عم يلعبوا فيهم يقدروا يقولوا للي ورا هالمجموعات كلها إنه خفوا الدعم، ويا حصرتي على هالدعم، إنه قطعوا على الناس الهواء والمي، بركي بنحسن بيدهم. فإذا النظام مو طالع لحتى يحل الوضع، لأنه مع مين بده يحلوا؟ مع هدول؟ طب وهدول على مين بده يردوا؟ هدول حيردوا على هدول؟ أكيد لا. فإذا النظام بيعرف إنه الحل الوحيد، رغم إنه هو عم يحكي غير هيك، بس بيعرف إنه الحل الوحيد ليبقى هو إنه يخلص من هدول، وما بيخلص من هدول لينقطع عنهم المي والهواء، وما بينقطع عنهم المي والهواء لحتى هاد يطلع على جنيف. وهاد ما كتير ذكي، يعني مو الشغله مو من عنده، اللي وراها بيعرفوا انه طلع على جنيف مشان نأمن لك دعم دولي، مشان تصير حربك ضد هدول هي حرب ضد الارهاب، ويصيروا هدول ليكن عم يحكوا وياخذوا ويعطوا معك، فمعناتها انت ما في مشكله بينك وبين هدول، مشكلتك مع هدول، وهدول هن التطرف، هدول مو الشعب، هيك بيصير الوضع. فانا برايي هدول بدل ما يروحوا على قاعات المؤتمرات ويقضوها على الكمصدي، وهدول بدل ما يضيعوا وقتهم، وطالما عارفين انه طلعتهم وجودهم وقلته مثل وجودهم مثل قلته، فبرايي هدول وهدول يشوفوا هالفيديو ويقعدوا يقضوا يومين حلوين بجنيفا، وقدر الله وما شاء فعل. فإذا النظام السوري والمعارضة يجتمعان هنا في جنيف، فهل يتمكنان من حل الأزمة السورية؟ كان معكم أكرم خزاعة، الجزيرة، جنيف.